معنا دلوقتي أستاذ عبد الرحمن الشويخ، الناقد الرياضي ومحلل اقتصاديات كرة القدم. يا صباح الفل عليك. صباح النور، ازي حضرتك؟ وصباح الخير على كل السادة المستمعين، ونتمنى يكونوا استمتعوا بكأس العالم. يعني الفترة اللي قضوها دي ومش عارف يعني هيعيشوا ازاي. يعني الحياة محتاجة اعادة ترتيب بعد كأس العالم. بصراحة يعني انت بعد ما تتفرج على الماتشات دي ترجع بقى تتفرج على بقية يعني حتى مش بنتكلم بس على الدوري المحلي، بتتكلم عن اي دوريات، موضوع مختلف تماما. كل الدوريات في العالم يعني كأس العالم بتختلف عن اي تماماً. حاجة، ليها طبيعة وليها شخصية تانية خالص غير اي بطولة. حتى لو اتكلمنا في البريمير ليج او الليجا او اي بطولة، لا كأس العالم ليها رونق خاص، طبعا منافسة ليها طعم تاني يعني. خالص، ليها طعم تاني خالص. طيب خليني كده في البداية اسألك، هل من وجهة نظرك شفت ان مونديال قطر 2022 يعني هو الافضل في التاريخ؟ وهل المباراة النهائية كمان اللي جمعت ما بين ارجنتين وفرنسا في النهائي، هل كانت هي المباراة الاقوى في نهائيات كأس العالم في كل التاريخ طبعا اللي عدينا من سنة 1930 لحد النهاردة؟ طيب خليني مبدئيا بس اقول ان كاس العالم من وجهة نظري طبعا هي الاقوى اللي انا عاصرتها واتفرجت عليها طبعا يعني من الملعب. فشفت الكم الاثاره اللي فيها يعني بنسبه كبيره. انا تقريبا حضرت مثلا 27 مباراه في البطوله. فبالنسبه لي البطوله دي ليه هي الاقوى؟ لانه فيها اعاده لترتيب خريطه كره القدم في العالم من حيث المنافسه ككورة. شفنا السعودية بتكسب الأرجنتين، وشفنا تونس بتكسب فرنسا، وشفنا اليابان بتكسب البرتغال. صحيح. مفاجآت من العيار الثقيل من بداية المباريات أو من بداية دور المجموعات لغاية النهائي. بالضبط. فشفنا حاجات قالت إن كرة القدم في العالم اتغيرت بنسبة كبيرة وفي طريقها لمزيد من التغير. شفنا المنتخب اليابان بيعمل ايه في المباريات اللي لعبها. شفنا منتخبات كتير جدا عملت اداء استثنائي ومباريات كبيرة. ده الجانب الثاني وهو ان النجوم نجوم في الاخر. يعني شفنا في الاخر امبابي عمل ايه، شفنا ميسي عمل ايه، وشفنا كل في لعيبة كتير جدا ظهرت واثبتت وجودها. في مقدمتهم عز الدين قناحي اللي محدش كان يعرف حاجة عنه، طبعا قدم اداء استثنائي مع منتخب المغرب. صحيح ولفت نظر جميع المخطوطات الكبيره في كره القدم حوالين العالم. يعني كمان كل المديرين الفنيين الكبار اتكلموا عن قناحي، يمكن كمان بقى محط انظار لكل الانديه الكبيره في الفتره الحاليه. وهو بالامس حصل التحديث للقيم السوقيه للاعبين، قيمته السوقيه ارتفعت من 3.5 ل 15 مليون يورو ويستحقها بالامس. صحيح. فده إن دل على شيء إنما يدل على إنه لاعب كبير. شفنا سفيان مرابط اللي هو بيلعب في فيورنتينا الإيطالي، بس مستواه المفروض إنه أعلى، يعني مستواه قمة أندية كرة القدم تحط عينيها عليه. فده برضو تغيير. شفنا إنزو هرنانديز لاعب الأرجنتيني الشاب. شفنا راموس اللي في مباراة واحدة قال للناس إنه عصر رونالدو تقريبا خلاص، في ناس جديدة طالعة. فشوفنا حاجات كتير ورسائل كتير ووجهات نظر فنية مختلفة تعبر عن ان كرة القدم في العالم في طريقها للتغيير، والكرة الأوروبية مش في أفضل حالاتها حاليا. والدليل على ذلك انه أخيرا بعد غياب طويل أمريكا الجنوبية بترجع تاخد اللقب. أي نعم المنافسة كانت قوية من فرنسا، ولكن الكرة الأوروبية نفسها إنجلترا مثلا بالقوام بتاع لاعبتها كانت تروح أحسن من كده. فرنسا طبعا وصلت النهائي، بس كان ممكن تبقى برضو كأداء أفضل من كده بفضل إن المنتخب في قوام عناصر لعيبة كتير. أسبانيا ما كملتش، ألمانيا طلعت من الدور الأول. إذن في تغيير في خريطة كرة القدم في العالم. شفنا منتخب المغرب اللي من أفريقيا بيبقى ضمن المربع الذهبي. شفنا منتخب اليابان ما كان ماشي كويس جدا وكان ممكن يوصل لهو أبعد من كده لولا ضربات الجزاء فركلات الترجيح. شفنا منتخب غانا، شفنا منتخب الكاميرون بيكسب البرازيل. فشفنا حاجات كتير تقول ان البطولة دي هي فعلا اقوى نسخة ممكن نتفرج عليها.
من حيث المباراه النهائيه طبعا وبلا جدال هي اقوى وافضل مباراه في تاريخ كاس العالم بلا جدال. صحيح. من حيث الاثاره، من حيث المتعه، أكيد. من حيث يعني احنا دايما بنتكلم عن اللقاء ده اللي هو لو اللقاء ده ليه مؤلف وفي سيناريست وفي حد كتبه قبل ما يتعمل، عمره ما هيطلع بالشكل ده. يعني طبعًا. لقاء دراماتيكي من الثانيه الاولى للاخيره. الماتش الاول انت لغايه الدقيقه 80 انت خلاص انت حاسس ان الارجنتين واخدت الكاس يعني من غير اي حاجه. 80 يعني ده بتاع، وبفضل لاعب واحد الامور اتغيرت تماما. في 80 ثانيه بيقلب النتيجه، الدنيا اتغيرت، فرقه ردت فرقه، لا يعني لقاء فعلا كمية مشاعر كانت عند المشجعين في اليوم ده اللي بيتفرجوا واللي بيتابعوا نهائي مونديال قطر 2022 مختلفة تماما. اللي هو ما بين خلاص الموضوع خلص، أرجنتين أخدت كأس العالم، لا إيه ده احنا لسه راجعين يعني بلا مقاومة. كنا بنقول إن يعني فرنسا ولا جات الملعب والمباراة أسهل من السهولة بالنسبة للأرجنتين والموضوع صحيح. منتهي. صحيح تماما. وبعدين من الدقيقة 80 لغاية ما انتهى الوقت الأصلي الدنيا يعني اتلخبطت واتغيرت ب 180 درجة. رجعنا تاني. صحيح. الأقرب إن هي تحسم اللقب لحد آخر ثانية لولا التصدي بتاع مارتينيز كانت الأمور انتهت لصالح فرنسا. فهي دي النقطة المهمة جدا، إنه كرة القدم طول ما في وقت لازم نكافح. طول ما عندنا الفرصة إن احنا نقدر ندرك أخطائنا ونتغلب عليها. صحيح. نحاول. صحيح. صحيح. نجم مهما بلغت قيمته المالية هو يستحقها ما دام هو قادر على تغيير وقلب النتيجة. شفنا لعيب واحد مبابي بيسجل هاتريك، وازاي قدر يغير نتيجة المباراة تماما بفضل انه هو لعيب عنده اصرار وعنده روح وعنده رغبة. شفنا ازاي هو قادر يشيل لاعب شايط 2 بنالتي في المباراة ودخل على اول ركلة ترجيح شاطها هو. فده لعيب عمره لسه اول امبارح مكمل 24 سنة بهذه الشخصية، بهذه القوة، بهذا الفكر، انه يقدر يشيل احلام وطن بحاله على كتافه وما يرجعش لورا ويكمل لقدام. وشفنا رد فعله بعد المباراة والزعل، وازاي رئيس الجمهورية بنفسه نزل له للملعب وكان بيصالح فيه وهو لسه حزين ومتضايق. فده لعيب عقلية، لعيب عنده 24 سنة. احنا في مصر لعيب عنده 24 سنة بنقول لسه بيبدأ الكارير بتاعه. فده نموذج نقف قدامه كتير ونشوف ونتأمل ازاي لعيب الكرة في العالم وصل لإيه. صحيح. طيب انت كنت بتكلمنا من شوية عن ان شكل الكورة في العالم ابتدى ان هو يتغير، ابتدى يعني التوقعات تختلف، النظرة كمان للكرة الأفريقية وللكرة العربية بقت مختلفة، هيمنة الكرة الأوروبية ابتدت ان هي تقل تدريجيا، ابتدت كمان الكرة اللي في أمريكا الجنوبية تظهر وتبان أكتر. طيب اسالك بقى على حاجه، هل احنا بقى ملناش نصيب من التطورات اللي بتحصل في كره القدم ده؟ انا بتكلم على مصر، هل ملناش اي نصيب من الحاجات الجديده اللي بتحصل في كره القدم؟ هل في عندنا بصيص من الامل ان احنا برضو الحال عندنا يتعدل حبتين كده؟ يعني لو اتكلمنا عن التجربه المغربيه وسالتك هل ممكن ان احنا نطبقها هنا في مصر ولا صعب؟ والله بصي، يعني انا موضوع يعني الكوره في مصر ما حد، يعني انا كتبت فيه كتير وحكيت كتير وقلت قصص وحكايات وتطوير وجبت نماذج من العالم كله مناسبة لينا نقدر نطبقها ونشتغل عليها. التجربة المغربية احنا ما نقدرش نطبقها لسبب بسيط جدا. المنتخب المغربي قوامه 26 لاعب، 14 لاعب منهم من ابناء المهاجرين ما اتولدوش في المغرب، فيهم اللي اتولد في بلجيكا واللي اتولد في هولندا واللي اتولد في اسبانيا واللي اتولد في فرنسا واللي اتولد في كندا. صحيح. 14. وكمان عبد الحميد صبيري اتولد في المغرب لكنه سافر وهو صغير باسرته ايطاليا ومعاه الجنسيه الايطاليه. اذا في 15 لعيب دول حياه وعقليه وفكر اوروبي تماما. احنا ما عندناش الرفاهيه دي، في ان احنا ما عندناش العقليه بالنسبة للناس في مصر انها بتميل اكتر الى الخليج اكتر من اوروبا، بعكس المغرب الناس بتهاجر لاوروبا دايما. فده جزء احنا ما نقدرش نوفره، وحتى لو توفر عندنا يعني كل شوية في الفترة اللي جاية هتلاقينا هنسمع اللعيب مش عارف اسمه ايه اللي هو من اصول مصرية بيلعب في نادي كذا. في بقيت اقرا كتير من الكلام ده،
بس احنا بنتكلم في عناصر شابه اصلا صغيره من ناحيه، ومن ناحيه تانية يعني اللعيبه بتاعت المغرب دي وصلت. لما اتكلم عن ياسين بونو ويوسف النصيري بيلعبوا في اشبيليه، لما بتكلم عن حكيم زياش في تشيلسي، لما بتكلم عن نصير مزراوي في بايرن ميونخ، لما بتكلم عن عبد الصمد الزلزولي وما كانش لعيب اساسي وكان لاعب سابق في برشلونه، لما اتكلم يعني عن كل لعيب في المغرب احكي عنه هقول انه اشرف حكيمي طبعا في باريس سان جيرمان وكان لاعب سابق. طب يعني انت دلوقتي بتحاول انك تقول لي او انت شايف من وجهة نظرك ان السبب في اللي حصل مثلا او اللي احنا شفناه من منتخب المغرب في النسخه الحاليه من مونديال قطر ان اغلب اللعيبه يعني نشأوا وتربوا في انديه بره، انديه اوروبيه، بعقليه اوروبيه بحته. صحيح بعقليه اوروبيه بحته. طيب الجزء الثاني اللعيبه اللي في المغرب نفسها، حضرتك شايفه الوداد بطل افريقيا، لما الوداد لعيب منه زي اشرف داري يجي له عرض ما وقفوش قدامه وقالوا له اصنع المجد هنا، وان انت عايز كام، وان بره هتاخد 2 هندي لك 6 وكذا، لا اتفضل وروح شوف كمل تجربتك، مع انه مش رايح نادي كبير، رايح بريست الفرنسي. بس ده ما بيحصلش هنا عندنا، اقل من 3 مليون صحيح. يورو. بس ده ما بيحصلش هنا عندنا خالص. يمكن يعني اخر واقعه كانت يعني بتشبه الكلام اللي بنتكلم عنه ده لما محمود جاد لما كان لسه في انبي وكان جاي له ويجن تقريبا اللي هو في الشامبيونشيب في الدوري الدرجه الثانيه الانجليزي. بس خلينا نبقى منصفين، هو عرض محمود جاد كان شويه مش عرض، كان عرض استثماري لنادي ويجن، لانه كان هيروح شبه ببلاش وبعد كده يبداوا يقيموا المقابل المالي هيبقى بعدين. فده يعني ما اقدرش اتكلم فيه انه هو كعرض قوي، لكن في عروض بتيجي اللعيبه. لكن يعني انا بعد كاس الامم سمعنا عن عروض كتير جات للعيبه ولعيبه متداوله. بس الفكره كلها في اساس ان انا لما الانديه الاوروبيه بقت حاطه في عقليتها ان هي لما بتفكر تروح تجيب لعيب مصري النادي بتاعه هيبالغ في القيمه الماليه له، وخصوصا لما يكون لعيب صغير في السن، فهو الطبيعي بنتكلم في $1 ل $2 مليون بالكتير جدا. لكن احنا بنقول لا ده عايزين $5 مليون وعايزين $7 مليون بنسمع ارقام ما بتحصلش. احنا ليه بنتكلم في $1 مليون؟ لان احنا بنجيب لعيبه يعني متواضعه المستوى بالمبالغ دي. يعني جايبين الاهلي جايب سافيو ب$1.5 مليون، لعيب ما شفناش منه ما يؤكد هذه الموهبه اللي تستحق هذا المبلغ. الزمالك جايب مجموعه من اللاعبين ولا لاعب منهم اثبت وجوده حاليا. طب خليني بس اسالك، $1.5 مليون انا مش عايزاك بس تحولهم بالمصري بكام؟ احنا بنتكلم عن لاعب هو جاي اصلا من بره، فهو هل $1.5 مليون بالنسبه للاعب في البرازيل كعرض احتراف هل ده صعب ان هو يحصل عليه لو راح في اي حته في اوروبا مثلا؟ على حسب قدراته. يعني لو هو قدراته تؤهله ان هو ياخد $100 مليون ياخد $100 مليون. لكن هو قدراته، هو كان بيلعب في الدوري البوليفي وكان عقده اوشك على النهاية، فالمبلغ كبير على الفترة دي وعلى القدرات وعلى قيمة شراء العقد. القصة هنا احنا ما بنتكلمش في لاعب بعينه، ولكن هو جو عام للأندية المصرية. الأندية المصرية لا تجيد، ده موضوع تاني يعني مش عايزين نطلعنا من موضوعنا الرئيسي، ولكن انا بقول ان الانديه المصريه عندها استعداد تدفع مبالغ ماليه في لاعبين مش من الصف الاول، فبالتالي هي تمنع لاعبيها المميزين من الاحتراف خارجيا وتقدم لهم رواتب خيالية وشهرة كبيرة لا يستطيعون بها التأقلم والرغبة في السفر للخارج. طيب خليني أسألك، يعني دلوقتي احنا بنتكلم ازاي ينصلح حالنا هنا، حال الكرة المصرية، فانت شايف ان من ضمن الأسباب ان احنا مش بنسيب الفرصة او مش بنتيح الفرصة للشباب ان هم يطلعوا ويخوضوا تجربة الاحتراف الخارجي، وكمان بنعتمد هنا على اللعيبة الأجانب. هو ده اللي انا فهمته من الكلام، بنعتمد هنا على اللعيبة الأجانب، خصوصا في مراكز كتير طبعا بيتم الاعتماد عليها في اللعيبة الأجانب، زي مثلا مركز راس الحربة، واللي عندنا طبعا في مشكلة كبيرة في المنتخب، مراكز معينة بيتم الاعتماد فيها على أجانب، فده بيدي يعني أو بيقلل من فرص إن اللعيبة المصريين يبانوا بشكل أفضل مع المنتخب، أو إن هم يكون الناتج من اللاعب المصري المحلي من خلال الدوري هنا يكون أفضل. هو اللي أنا عايز أقوله إنه في حتة اللعيبة الأجانب إن الأندية المصرية بتدفع مبالغ كبيرة كنموذج للاعب الاجنبي، من وهي تقدر
توفر لعيب محلي افضل من قطاعات الناشئين. مثال يوسف اسامه نبيه، صحيح. لما تم اعارته الاسوار ما كانش بيلعب اساسي. يعني شوفي قد ايه، يعني تم اعارته لانديه ما لعبش، لكن لما جاء مدير فني وثق فيه وابتدى يلعبه، اللعيب اظهر امكانيات جيده. في لعيبه كتير جدا في الاهلي والزمالك وكل الانديه، يمكن الانديه بتبقى الثانيه. فانت شايف ان الفلوس اللي بتدفع في اللعيبه الاجانب دي من الافضل هي يتم استثمارها في اللعيبه المحليين هنا في الدوري؟ بالظبط. ده نموذج. ولو هجيب لعيب اجنبي، اجيب لعيب اجنبي يستحق المبلغ اللي انا هدفعه فيه. مش اجيب لعيب. لان برضه في وجهه نظر تانية بتقول ان هو لو جبنا لعيبه محترفه، لعيبه اجانب على قدر عالي من الامكانيات، ده برضه هيزود من يعني هيظبط الريتم بتاع المباريات عندنا هنا في الدوري المصري، فبالتالي برضه هينعكس ده على شكله وعلى اداء اللعيبه المحليين كمان. ما هو انا مش معترض على ده، بس ان انا اجيب لعيبه تستحق المبالغ اللي ادفعها فيها. يعني انا مش معترض على ان احنا نجيب لعيبه اجانب، ولكن نجيب لعيبه اجانب بجوده تستحق ما يتم دفعه في من اموال في جلبهم. ده الجزء الثاني بالنسبه لنا في مصر، ان احنا لازم يعني موضوع الاكاديميات والاستثمار في المواهب، وده موضوع مبالغ فيه جدا يا جماعه. فكره ان اللي معاه فلوس هو اللي بيلعب كوره حاليا، ده موضوع بقى منتشر جدا في مصر يعني. ولازم نرجع تاني للولاد تلعب في المدرسه وتلعب في الشارع وتلعب في النادي. انت بتتكلم دلوقتي عن الاكاديميات الخاصه. ان احنا دلوقتي القطاعات الناشئين في الانديه تحولت بنسبه كبيره جدا الى اكاديميات واكاديميات خاصه والانديه نفسها والشوارع، بدل ما زمان كانت اللعيبه بتلعب في الساحات الشعبيه والمواهب بتلعب في مراكز الشباب، دلوقتي كل حاجه بقت باشتراك وبمبالغ ماليه، فمعظم المواهب ما بقتش بتلعب كوره. صحيح. اللي هو لان الكوره دي عبد الرحمن معلش، هم الناس حتى لو نزلوا يلعبوا في الشارع، هو في حد في كشافه هتنزل تبص في الشارع يدوروا على اللعيبه دلوقتي؟ انا مش بتكلم في شارع بس، المركز الشباب هو بديل الشارع حاليا. والطبيعي ان في كشافه تنزل. لو انا خليت الموضوع انه قلصت موضوع، يعني حددت من موضوع الاكاديميات وموضوع البحث، المفروض ان في كشافه. في حاجتين احنا برضو، انا تجربتين بحب اتكلم فيهم. التجربه الاولانيه تجربه اليابان، وهي بدات من خلال المدربين نفسهم. ان اليابان بدات علشان تطور كره القدم، ارسلت مدربين لامريكا الجنوبيه واوروبا للتعلم، وعدد كبير جدا من هؤلاء المدربين رجع اليابان، فبقى حط اسس علميه لاختيار اللاعبين الصغار، وعملوا تجارب مختلفة تماما عن في اختيار اللاعبين. يعني هم خدوا الخبرة والتجربة من أوروبا وطوروها بطريقتهم، فوصلت اليابان للمستوى اللي احنا شايفينه في كأس العالم ده. التجربة الثانية، والتجربة دي لسه ما أظهرتش قدراتها بشكل، يعني ما أظهرتش نتائجها، وأعتقد إنها هتظهر في كأس العالم 26، وهي التجربة السعودية. السعودية عاملة برنامج اسمه برنامج المواهب والابتعاث والتطوير، بتقوم من خلاله بإرسال لعيبة لأندية أوروبية، بيعملوا معايشة ويتعاقدوا مع بعض هذه الأندية ويكملوا فيها. اللعيبة دي عندها 18 سنة حاليا، عندهم 18 ل 20 سنة، عندهم حاليا 18 لاعب اتعاقد مع أندية أوروبية في هذه المراحل السنية، وعاملين معسكرات دائمة في أسبانيا لهؤلاء اللاعبين. ده نموذج احنا نقدر نعمله تعويض على الفكرة بتاعة المغرب. ففي حاجات كتير ممكن تتعمل، لكن احنا للأسف الشديد ما بنخططش وبنبص تحت رجلينا، وأي نجاح لينا بيكون بالصدفة. صحيح. طيب خليني أسألك بقى، أو نروح لسؤال حلقتنا النهاردة. سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: هل ميسي بعد ما حصل على لقب كاس العالم مونديال قطر 2022 مع منتخبه منتخب الارجنتين، هل شايف كده ان خلاص ميسي ممكن يتقال عليه ان هو افضل لاعب في التاريخ؟ هو اصلا كده يعني لقب جوت جريتست اوف اول تايم، يعني كان واخده من زمان، بس هل بالارقام دي وباللقب ده خلاص فعلا اصبح ميسي هو اللاعب الافضل عبر التاريخ؟ هو الموضوع ده فيه شوية ظلم كتار جدا لناس كتير جدا. يعني الناس اللي شافت بيليه شافت انه اعظم لاعب في التاريخ طبعا، وانا كواحد من الناس اللي شافوا مارادونا شايفه اعظم لاعب في التاريخ حقيقي. ميسي ممكن يكون رقميا هو اعظم لاعب في التاريخ،
من ناحيه انه فاز بكل الالقاب يعني ممكن نقول ان هو قفل اللعبه زي كده ما الناس بتتكلم، قفل اللي ما فيش حاجه ما سابهاش، ما فيش حاجه ما عملهاش، ما فيش حاجه ما حصلش عليها. كاعظم لاعب في التاريخ انا بالنسبه لي مارادونا. يعني اعظم لاعب في التاريخ مارادونا. ليه انت تختار مارادونا ما تختارش ميسي؟ انا بختار مارادونا لانه مارادونا تقريبا كان محول كرة القدم للعبة فردية. مارادونا في كاس العالم 86 تحديدا كان لعيب بيلعب لوحده تقريبا. كان اللي معاه عناصر مش في قوة العناصر الحالية اللي مع ميسي من ناحية، ومن ناحية التانية التأثير مارادونا في كأس العالم 86 أقوى كثيرا من تأثير ميسي في كأس العالم 2022. يعني انا مش عايز اقلل من دور ميسي، ولكن الاهداف هل من وجهة نظرك انت شايف وشوفوا اهداف ميسي جايه ازاي؟ خليني اسالك، هل من وجهة نظرك شايف ان الحكم في الموضوع ده بيرجع يعني بنسبة كبيرة جدا للعاطفة؟ انت يمكن عشان يعني كبرت على مارادونا ان هو الاسطورة وان هو اللي بيعمل حاجات ما بتتعملش في الكورة، فانت شايف ان مارادونا هو اللي فعلا يستحق اللقب ده عكس ميسي؟ هو اكتر للي شاف يعني. انا لما الشباب الحاليين ما شافوش مارادونا صحيح، فعلشان كده هم بالنسبه لهم ميسي هو الاعظم. مارادونا كان اذا ففعلا يعني العاطفه بتلعب دور كبير جدا في الاختيار. طبعا، لان هو لو شاف مارادونا ما اعتقدش ان هو كان هيقارن بينه وبين اي لعيب تاني. صحيح. طيب خليني بقى اخدك لحته تانية. طالما اتكلمنا على ميسي يبقى لازم نتكلم عن كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو تم اختياره في التشكيله الأسوأ لمونديال 2022. هل شفت ان ده يعني شيء ظالم بالنسبه لكريستيانو رونالدو، ولا انت شايف ان هو فعلا يستحق ان هو يكون في التشكيله الأسوأ؟ هو تم اختياره علشان هو كريستيانو رونالدو مش اكتر. يعني هو في لعيبه كتير كانت أسوأ منه، بس هو علشان يتحط لان هو في الاخر ما اخدش الوقت اللي نقدر نقول عليه انه الأسوأ، لانه هو لعب على فترات مش في كل التوقيتات. لعب اوقات قليله، فما نقدرش نقول كده. لكن في حقيقه رونالدو نفسه لازم يعترف بيها، وهي ان كرة القدم مش هتفضل تقدر طول عمرك تفضل تلعب. يعني لازم ده كان رونالدو كان محتاج ان هو السنة الأخيرة ما يروحش مانشستر يونايتد، يروح يقضي حياته. طب أنا خليني أسألك، يعني أنا بحط نفسي، أنا بحب كريستيانو رونالدو قوي 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 يعني، فأنا دايما بحط نفسي مكانه كده وشغلة بالي بكريستيانو رونالدو زي كل محبين كريستيانو رونالدو، وحاسة إن هو معمول عليه مؤامرة كونية. يعني أنا عن نفسي وصل لي الإحساس ده اللي حصل معاه في المان يونايتد، والتقليل منه وإصرار المدير الفني إن هو يقلل من قدره، يقعده احتياطي، يقول أسباب بالنسبة جماهير كريستيانو رونالدو. اكيد بالنسبه لكريستيانو رونالدو مش مقنعه ازاي كريستيانو رونالدو عنده باد انفلونس او تاثير سلبي على فريقه، يفسخ عقده فيروح. تحس برضو ان المدير الفني لمنتخب البرتغال برضو بيحاول ان هو يعني ايه يتك على النقطه دي اكتر، كأن بيحصل على كريستيانو رونالدو مؤامره كونيه. وفي النهايه طبعا عايزين نتكلم عن العرض اللي اتقدم له، او خلاص يعني وجوده في الدوري السعودي في الموسم القادم، او خلاص يعني انتقاله للدوري السعودي في الانتقالات اللي جايه دي. خلينا نتكلم الاول عن الاحساس اللي وصل لي واللي وصل اكيد كريستيانو رونالدو وكل محبين كريستيانو رونالدو. هل ده انت شايف اعتقاد المحبين بس؟ ده اعتقاد المحبين. دايما المحبين بيحبوا يبرروا للي بيحبوهم اسباب تانية غير الواقع شويه، علشان ما يقولوش ان هم الحياه في كرة القدم هي برجماتيه بحث. يعني ما فيش الموضوع يعني ايه نفعي تماما. هو لعيب كان وصنع تاريخ كبير، وهو اسطوره بكل المقاييس. موضوع منتهي، لا نقاش ولا جدال فيه. صحيح. لكن الوقت خلاص عدى، الوقت خلاص. اللعيب بيلعب بقوته يعني العمر تقدم. احنا بنتكلم في لعيب مواليد 85 عنده 37 سنه. فالشيء الطبيعي جدا في العالم كله انه مع اللعيب بيعتمد على قوته البدنيه في المقام الاول، بيلعب في صف اول، سواء في الدوري الانجليزي حاجه قويه جدا او المنتخب البرتغال. فبالتالي ما بقاش القدره على القوة البدنية استنفذت مع العمر، فما بقاش بنفس القوة اللي كان عليها الأول. طبعا أنا مش شايف الكلام ده. لا، ما أنا بقول لك أهو.
الجزء كده التاني انا مش شايفه الكلام ده خالص. ده مهم دايما في الحياه. لو واحد قال عليا ان انا سيء فممكن يقبل الصح والغلط، لكن 2 قالوا نفس وجهة النظر فده يخليني خلاص يعني ايه ابدا اقتنع. لكن لما كل الانديه يعني مدرب المنتخب البرتغالي ومدرب وإيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد وانديه كتير بترفض ضمي، فده معناه ان خلاص الوقت بتاعي انتهى. فانا لازم افكر في خطوات. والله انا متفائله لكريستيانو رونالدو وحاسه ان هو الموسم القادم بالنسبه له هيكون مختلف تماما. اللي هو فين الموسم القادم؟ فين؟ في السعوديه. في السعوديه. طيب هو هيلعب في السعوديه، ده تكريمي في المقام الاول. العرض بتاع النصر السعودي ليس عرض فني في المقام الاول، ولكنه عرض ترويجي للدوري السعودي ولملف المشترك اللي ما بين مصر والسعوديه واليونان لاستضافه مونديال 2030. فده دور كريستيانو رونالدو. العقد هيبقى 7 سنين، 2.5 ولا 2.5 كوره والباقي سفير للملف. فالموضوع يعني مش هو جاي علشان هو بالسيره الذاتيه السابقه، يعني مش جاي للمستقبل. ممكن يعني اسالك جاي سؤال؟ للمستقبل احنا هنستفيد. ممكن اسالك سؤال كواجهه ثانيه واحده اسالك سؤال. انت من محبين ميسي ولا كريستيانو؟ ميسي صح؟ لا انا بشجع ريال مدريد مثلا، يعني فما يعني مش قصه، بس انا من النوع اللي بيفضل الموهبه دايما على القوه البدنيه. هو انا لو من محب ميسي اقول لك مارادونا اعظم لعيب في التاريخ مثلا. طيب. بس انا متفائله في الموسم القادم مش هيكون يعني وجوده يعني تفائلي براحتك، بس انا متفائله. هنتكلم بقول لك احنا هنتكلم اكيد هيكون لينا مكالمات كتير قوي الفتره اللي جايه دي، وهنرجع للموضوع ده وهنناقشه. وهقول لك شفت لما قلت لك ان كريستيانو هيعمل اللي ما يتعملش في الدوري السعودي، ساعتها بقى هنشوف ردك هيبقى عامل ازاي. طب والله كويس، هنروح نتفرج عليه، يبقى سهل علينا نروح نتفرج عليه كتير هناك. صباحك زي الفل. صباح الفل ويومكم جميل ان شاء الله يا رب علينا كلنا. مستمعي اون سبورت اف ام في كل مكان. هنطلع دلوقتي سريعا لفاصل، بعد الفاصل راجعين ونكمل معاكم بقيه حواديتنا هنا في حواديت مع شيماء. خليكم معانا.